الثقة في النفس هي مفتاح النجاح والسعادة. بس ازاي ممكن نزود ثقتنا في نفسنا؟ يتهيألي أهم حاجة في الواحد يزود من ثقته في نفسه هو إنه يواجه مخاوفه. يعني لو في حاجة شايفين إن أنتوا عندكم صعوبة في إن أنتوا تعملوها، الحاجات دي هي لازم تبدأوا بيها. يعني إنكم تتكلموا قدام جمهور، إنك تروح تتعرف على حد ما تعرفوش، تروح تقدم نفسك لحد ما تعرفوش، إنك تقف في حتة عالية أو إنك تطبطب على الكلب أو القطة. كل واحد وعنده الحاجات اللي بيقلق أو بيخاف منها، بس لما بنعمل الحاجات اللي إحنا بنخاف منها بنبتدي نزود من ثقتنا في نفسنا. وده ممكن يتسبب في سلسلة من الانتصارات الضرورية جدا في بناية شخصيتنا الجديدة. مهم قوي برضو ان احنا نبدأ كل يوم ان احنا نفكر نفسنا بقوتنا مش بضعفنا. حاجة اسمها positive affirmations. فكر نفسك بإنجازاتك، مميزاتك، وركز على نعم ربنا عليك. مهما كانت حياتك صعبة ومهما كنت شايف الصورة غامقة، هيبقى عندك حاجات محتاج تشكر ربنا عليها. ودي خطوة ممكن تحسها انها تافهة، لكن تأثيرها جبار. انا قوي، انا ناجح، انا ذكي، انا معافر، انا مؤمن، انا شاطر، انا طيب، انا صبور. بس لازم تصدقها. ولو بجد مش عارف تلاقي حاجة، اسأل الناس اللي حواليك اللي هم المفروض قريبين وبيحبوك، هم هيقولوا لك ايه هي مميزاتك. الخطوة الثالثة انك تحدد اهداف واقعية. ابدأ بهدف يكون صغير بس نفسك تحققه، وركز عليه لحد ما تنجزه. حاجة كده تحفزك وتفتح نفسك على اللي جاي. واتبسط بكل انجاز بتعمله حتى لو كان صغير، واستخدم الإحساس ده وافضل ماسك فيه، علشان هو ده اللي هيفضل يزوقك لقدام. لأن مع كل مكسب حتى لو كان صغير، في عقلك الباطن ثقتك في نفسك بتزيد. الخطوة الرابعة، وفي رأيي الشخصي ممكن تكون الأولى، هي إنك تبني جسمك، ترفع من مستوى لياقتك البدنية. لأنك لما بتحس إن أنت جسمك أقوى غصب عنك، بتحس إن أنت واثق في نفسك أكتر، وبيبان عليك وعلى هيئتك ووقفتك وفردة ظهرك كده أو ظهرك. ولو عايزين تتميزوا بقى مع الرياضة والتمرين، شوية شياكة وأناقة كده وعناية بمظهرنا، هيبقى ليهم مفعول غير عادي. آخر حاجة عايز أقولها لكم في فيديو النهاردة، عشان نزود ثقتنا من نفسنا لازم نعمل اللي احنا بنحبه. نقضي وقتنا بنعمل الأنشطة اللي بنستمتع بيها، وبنشوف الناس اللي احنا بنحب نقعد معاهم. لو بتحب المزيكا العب مزيكا، لو بتحب ترقص قوم ارقص، حتى لو في أوضة نومك. عبر عن نفسك واستمتع بحياتك وبشبابك، بدل ما انت قاعد ناقم عليها. عربيات انزل ولف واحرق بنزين. لو بتحب الأكل قوم اطبخ ولغوص، ودوق الناس اللي بتحبهم واكلهم واتبسط وانت شايفهم وهم مستمتعين. لان الهدف من كل الموضوع ده ان احنا نقرب لشخصيتنا الحقيقية، نعيش من خلال نفسنا الحقيقية، ما نبقاش عايشين كدبة. من الاخر، ان نزود ثقتنا في نفسنا دي حاجة كلنا نقدر نعملها، خصوصا لو فهمنا ان عدم ثقتنا في نفسنا ده بيبقى نابع من الطريقة اللي احنا اتربينا بيها وتعلمنا بيها، والكلام اللي احنا سمعناه واحنا صغيرين عن نفسنا وعن العالم وعن الحدود اللي موقفه لنا حياتنا، وكل مجموع المواقف اللي عدينا بيها. صدق إن الماضي مش لازم يحدد المستقبل، وإنك بإذن الله تقدر تغير من إحساسك وأفعالك كل يوم لو التزمت بأهدافك الجديدة. وصباح الجمال، وربنا يوفقنا كلنا.